مساء الخير. النهارده يا رب يعجبكم الموضوع بتاعي إن أنا هاتكلم عن القوة الناعمة. القوة الناعمة يعني إيه قوة ناعمة؟ القوة الناعمة دي اللي بتشد الناس بدون ما تحسي، تبقي أنتِ قاعدة في مكان بيسيطر عليكِ ناس بفن معين أو مسلسل معين، تبُصي تلاقي نفسِك خلاص منجذبة لهم، وهي طول عمر مصر كانت أفلامها ومسلسلاتها وتاريخنا المصري إحنا اللي معلمين كل البلاد دي الفن. فما نجيش مسلسلاتنا دلوقتي واتشت وشاهد كلها لبنانية، كلها تركية، بتشدنا قوي. وداعا التلفزيون المصري، وداعا لمسلسلاتنا، يمكن عندنا فيها مسلسل أو اتنين. تعالوا بقى اتفرجوا على المسلسلات التركية والمسلسلات اللبنانية والمسلسلات المغربية والمسلسلات الخليجية. ايه ده؟ ايه الأداء ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه احترام الناس دي؟ ايه الشياكة والديكورات دي؟ ايه المناظر الخلابة دي؟ يمكن عندهم في بلدهم كلها مفيش غير المنظرين الثلاثة اللي بيطلعوا فيهم في المسلسلات، بيجيبوها على طول. ده بيجيبوا الناس وهي بتفطر، البحر وراهم والمراكب ماشية. في لبنان أكتر منطقة اللي فيها تبص تلاقي كل التصوير فيها. تركيا انتي تبقي عايزة تقفلي المسلسل وتجري تجيبي تأشيرة تركيا ولا لبنان وتروحي. خلاص وصلونا لمرحلة بيسحبوا السجادة من المسلسلات المصرية للأسف الشديد. هم سحبوها بمعنى أصح، لأن إحنا مش بنتفرج على حاجة غير مسلسلات دلوقتي هي اللي جاية في شاهد وواتشد. ما بنسمعش دلوقتي قنواتنا للأسف، ولا الحاجات اللي بتيجي على القنوات اللي هي بتاعت الدش ولا التلفزيون المصري. لازم نصحى إن في غزو غير مباشر للفن المصري. إحنا مصر هي اللي علمت الناس دي كلها الفن. إحنا كل العالم ما كانش حاجة عندهم اسمها الفن. الفن ده اتعمل هنا في مصر. مصر هي رائدة الفن الوطن العربي. ما ينفعش إن إحنا دلوقتي نكون بالمستوى ده، حتى لو إحنا نزلنا ومستوانا نزل أو في وعكات كتير بنمر بيها بلدنا. كل أزمة وليها حل، بس مش معنى كده إن إحنا نروح نعمل مسلسلات فحارات ونعمل مسلسلات إدمان وإن ده مصر. لا، احنا مصر مش كده. احنا مصر عندنا الأهرامات، عندنا الأقصر وأسوان، عندنا شرم الشيخ ومرسى علم وي 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 حاجات خيالية، مناظر رهيبة، أجمل بحر وأجمل رملة وأجمل دفء وأجمل شمس. فين الحاجات دي في مسلسلاتنا؟ ليه؟ ديكوراتنا، عاداتنا وتقاليدنا، فين حاجاتنا اللي احنا بنظهرها؟ فين بيوتنا الجميلة؟ فين بيوتنا الفخمة الشيك؟ مش لازم يبقى مسلسل واحد في وسط 20 واحد مش حلو، كلها حاجات حارة وناس بتضرب وناس بتقتل وهي دي مصر عندكم؟ لا، أسفة. اتفرجوا على مسلسلات تركي، اتفرجوا على مسلسلات لبناني، وانتوا تشوفوا الفرق. بتتشدنا من اول لحظه، في اخراج قوي، في تمثيل قوي، في اداء، في تكنيك. انا بحس ان بتفرج على حاجه اجنبيه، ولا الديكورات ولا العفش بتاعهم والمودرن والحاجات الشياكه. يعني بتشدك، بتجذبك انك عايزه تاني يوم تروحي تعملي تاشيره وتروحي البلد دي. خلاص هي دي السياحه الناعمه اللي بتشدك وانت مش حاسه. فاحنا رحنا فين في الكلام ده؟ أرجوكم انتبهوا إن في مؤامرة على الفن المصري بالمسلسلات دي. طبعًا هم سحبوا السجادة من تحت إيدينا، وإحنا وقعنا في الفخ، وبقينا إحنا بنتفرج على الحاجات دي كلنا. مين دلوقتي ما بيفتحش شاهد ويتفرج على كل المسلسلات بتاع التركي واللبناني والمغربي والسعودي كل ده إحنا بنتفرج عليه. بتشوفي إيه؟ مسلسل واحد مصري في وسط الحاجات دي؟ ويا ريت بيبقى على قد المستوى بتاعهم، بيبقى هم مستواهم أحلى، والفن عندهم زاد قوي وعلي قوي وعلوا من مستواهم قوي، وإحنا قلينا قوي. أرجوكم انتبهوا إن في حاجة غلط، وإن فعلا لازم نرجع تاني الفن المصري ونرجع تاني سياحتنا من خلال الفن المصري لبلدنا. ويا رب تكون وصلتكم رسالتي ويكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم.